بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمشائقنا وللمسلمين أجمعين آمين. الحديث السادس، حديث كالحياة، عن أبي عبد الله أيا لغوري النعمان بن بشير رضي الله كرال نقضي عنهما لبضوض إسقي أبيه قال وحيري سمعت وحمغل رسول الله رسولك إلهي صلى الله كرال نقضي عليه الدشيس وسلم الله نبت قليه يقول إسقو دايا حال ليهي إن الحلال حلاش بين ومن عد، وإن الحرام حرامتنا أما حرامتنا بين ومن عد، وبينهما دحدود وحاء هذي لبضب حلاشي حرامته أمور أرمو مشتبهات أسكوك لا يعلمهن مقرنيان كثيرا إن بدن أو من الناس دتك كمدأ، فمن روحي اتقاك دور صدا الشبهات شبهداسي فقد استبرأ وحو بريالي لدينه دين كيسا وعرضه عرض كيسا أما نسب كيسا. ومن روحي وقع كدع في الشبهات وحياباس اسكوك أما شبهه ينكاسي وقع وحو كدع في الحرام حرام كالراعي سيدي حول الجركي وكله أو يرعى كراعي حول لحمي وبقى اكتيسا يوشك وحو دويهي أن يرتع فيه إنو كدعو ساسو كالواي ألا هوياي وإن لكل ملك بقر كستا حما حدود ليهي ألا هوياي وإن حمى الله إلى حدودي سنة محارمه مثل إذن كحرام واي ألا هوياي وإن في الجسد جركة مضغة قبل هلب واي جركة وحاء هذا قبل هلب إذا صلحت هداد وناجسنا صلح الجسد كله جركودا وناكسنا يا، وإذا فسدت هداد فسهاد سنا فسد الجسد كله جركودا وفسهاد يا. ألا تاسع قبل كاس هلب لإذن شيء يانا وهي وحويها القلب قلب قواي. رواه البخاري أيا وريي ومسلم أيا وريي. وحي أنقلدي نفي شيطان بك أهاتي وحي أنصحين من الله حقي سوايا أودي لكم أهان إن شاء الله تعالى. أقول هذا قولي ونشكركم على حسن اجتماعكم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.